لا 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 لا، ما حد يقنعني، ما حد يقنعني ان الشيء هذا ما هو السيناريو مكتوب والكورة اصلا سكريبت. يا اخي اقسم بالله العظيم الشيء اللي قاعد يصير مع البني ادم هذا شيء يطرشق، شيء يخلي العقل يطير من مكانه. يا اخي كريستيانو رونالدو كان على بعد ثواني من انه هو يحقق الدوري السعودي، فجأة سبحان الله الحارس يغلط غلط ساذج ويخسر الكورة في منطقة الجزاء وتخش الكورة جول ويتأجل حسم الدوري للجولة اللي بعدها قلنا تو كريستيانو رونالدو ونادي النصر حيتفوق في آسيا 2 وحيحقق البطولة وحيعوض جماهيره وحيفرحهم، لكن للأسف خسر كريستيانو رونالدو واحد شيء وخسر البطولة وخسر البطولة. الشيء هذا ما هوش سكريبت يا جماعة، الشيء هذا ما هوش عناد في كريستيانو رونالدو. هذا ما يخليكش انك انت تفكر بينك وبين نفسك كرة القدم هل هي فعلا مستقصدة كريستيانو رونالدو؟ يا اخي الى متى كريستيانو رونالدو بيقعد هيك؟ الى متى كرة القدم ما تبيش تنصف كريستيانو رونالدو؟ يا اخي اقسم بالله العظيم الشيء اللي يصير مع البني ادم هذا والله ما هو طبيعي، والله ما هو طبيعي يا جماعة. لان الشيء اللي قاعد يصير لما تفكر بينك وبين نفسك حتلقى الموضوع في جديات. نعم اني عارف ما زال كريستيانو رونالدو قدامه فرصه انه هو يحقق الدوري السعودي، لكن الشيء اللي قاعد يصير مع كريستيانو رونالدو في مسيرته في الدوري السعودي شيء ما يخشش العقل، شيء غريب. من اسوأ سيناريوهات الكوره للاسف. هارد لك جماهير النصر بالكامل، هارد لك لكريستيانو رونالدو، هارد لك لمحبين كريستيانو رونالدو. هذه كرة القدم احيانا فيها الحلو واحيانا فيها المر. هنا من اسوأ سيناريوهات كرة القدم، والاسوأ من هيك ان هن قاعدات يصيرن مع اسطوره كيف كريستيانو رونالدو.